الأشخاص مرات ما يحطون صورهم الشخصية وأسمائهم الحقيقية، شنو السبب؟ حتى يزحف براحته. لا صورتي لا بس اسمي. صورتي لا بس اسمي ايه؟ اسمي حقيقي بس صورتي لا. طيب اسمي الحقيقي بس صورتي مو كلها نص. عندك فيسبوك؟ نعم. حاط صورتك الشخصية واسمك الحقيقي؟ اكيد، لان انا كل ما اكتب بالفيسبوك هذا يعبر عن شخصيتي، فانا من ثقتني بنفسي مخلي شخصيه. يعني واحدة من الناس اللي يوميا صورتي ماخوذة ومحطوطة بروفايل ثاني، ومو بس ببروفايلات يعني حتى على البيجات ينشروها. فبس اكو بنات يقولون انه whatever، يعني الناس يعرفون يعني منو يعرفون اسمي فخلت النشر. البنات تخاف من اهلها، البعض اهلهم ما يخليهم يسوون. اشترك الآن في عراق حبشكلات ليصلك كل جديد بعض وحصري. الأشخاص اللي ما يحطون صورهم الشخصية وأسمائهم الحقيقية. هذا عندهم غايات اخرى من الفيسبوك، او ما عنده ثقه بنفسه. مرات واحد عنده فكر بس ما يقدر يطرحه باسمه لان ما عنده ثقه بشخصيته. حاطة اسمك وصورتك الحقيقية؟ لا اسمي وصورتي الحقيقية. طيب ليش بعض البنات ما يحطون صورهم وأسمائهم الحقيقية بالفيسبوك؟ يعني اكيد كل وحدة عايشة بعائلة، يعني تختلف ثقافتها من ثقافة الوحدة. هاي اللي تخاف تنشر صورها وتنخمط تشوفها بيج منشور، مثل يعني صديقاتنا اكثر الصور كل ما تنزل صور تلقيها بيج. بس هذا يعبر يعني هو صورته الشخصية هو إله، ليش يخاف؟ اكيد حسب، اكو هسه انا خلا صورتي ما اخاف، يعني اكو يخلون صورتهم ويخلون اسمهم عليها حتى يعني حقوقهم عن لا تخمط بس هم تنخمط. اكو ناس تسمي اسمها الحقيقي لانه ما عندها شيء وما تخاف من شيء، واكو ناس ما تسمي اسمها الحقيقي لانه ما تريد الناس تعرف ايش تسوي بهذا الفيسبوك مالتها. اغلب البنات يعني ممكن انه ما تريد تنعرف، خصوصا مجتمعنا يعني ممكن يعني اكو عادات وتقاليد يحكمها بالبيت من الاخ ومن الاب من الام، يعني ما تريد تنعرف حتى اذا اهلها يعرفون بالفيس مالتها، يعني ما تخاف انه احتمال واحد من زملائها يفوت لها ويدز لها طلب صداقه، ما تريد تسبب احراجات في هذا الموضوع. يجوز يعني مثلا هي تخاف مثلا من فد شغله او هو يخاف مثلا من فد شغله، او حتى ما يكتشفوا الناس هيجي. اوكي اسمي هي، صورتي sometimes مو دائما يعني. طيب ليش بعض البنات ما يحطون اسمائهم الحقيقيه بالفيسبوك؟ ليش ما يحطون؟ it depends on يعني على الشخص نفسه. على شنو؟ يعني على هو شخص نفسه، احيانا عائلة تحكم، احيانا هي نفسها بدون سبب، يعني كنت مخليه اسمي الحقيقي بس بلا صورة، بس هسه لا مغيرته هيك يعني حرية. يعني خوف من المجتمع وخوف من أهلها ما يقبلون حكم العادات والتقاليد وسرعة المجتمع إلها. أهلي وأصحابي نسيت ولا فريند يمي خليت، الكل سويته ديليت عجات ويا غاضب.